خلاص وداعا، ما عدناش هنرميها تاني، من هنا وجاي هنشوفها وهنعملها وهتبقى زي الفل. ارميها في الفريزر براحتك وما تخافيش منها. على رأي حماتي لما كانت بتقول لنا اللي ما تولع من شرارة اقعدها في البيت خسارة، انا بقى مش اقعد في البيت خسارة ولا حاجة. ان شاء الله هنعمل صينية كويسة جدا هتعجبكم جدا. فيها غلطة بسيطة انا عملتها اقول لكم عليها لما نخش في الفيديو كده ونمعمع فيه. الصينيه اللي قدامي دي قولوا بيتزا كدابه، قولوا اي حاجه انتوا عاوزين تقولوها، من غير لا عجن ولا فرد ولا اي حاجه خالص. هقول لكم عملناها ازاي. قبل اي حاجه سمي وصلى على الرسول، ويلا نشوف الفيديو بتاعنا على طول. معايا بصلايه وطماطميه وشويه من اللانشون وشويه من الجبنه الشيدر وشويه من الجبنه الموتزاريلا، ودي كانت جبنه كده مش عارفه جبنه اسمها جبنه مشلله باين. معايا بيضايه، احط بيضه واحده، هما دول 2 بس انا هحط بيضه واحده بس. تمام. البيضه يا جماعه بقت ب4 جنيه. شويه فلفل اسود وشعره من الكمون وشويه ملح ومعلقتين 3 من السمنه البلدي كده او الزيت او الزبده اللي انت عاوزاه، وقلبيهم على بعض، ونص معلقه من البيكنج باودر، وحوالي 2 3 من اللبن، وانزلي بيهم كده. ده ايه الصوص ده كده في قالب لوحده. ومعانا بقى الحاجات التانية دي لوحدها اقول لكم عليها. لو عندك فلفل طبعا زودي مع الخضار ده هيبقى تحفه. عندك سلامي، عندك اي حاجه، جبن، اي حاجه انت عاوزه تحطيها، زيتون، كلام من ده حطيه. انا هحط زيتون بس مش هحطه تحت في الوسط كده عشان ولادي مش بيحبوه. جبت بقى لفه الجلاش بتاعتي كانت مهريه معايا كده ومش عاطفيه خالص، والسكينه عذبتني، وفي الاخر جربت 3 سكاكين وفي الاخر جبت واحده جديده خالص بورقتها قطعتها بكل سهوله. بس الاول كنت قسمتها، بس بعد ما غيرت السكينه لو كنت عاوزه اعمل بالسكينه يعني على بعضهم كنت هتبقى حلو. بصوا السكينه بقى دي في ثانيه ما شاء الله ما شاء الله كانت جميله. كنت حاسه ان هي تجيب ايدي. قطعي بقى زي ما انت عاوزه كده زي ما انت شايفه. ولو كان عندك متكسر برضو ما ترموهوش، والله العظيم بيكون زي الفل وبيعجب عيالك. وممكن تعمليه بلحمه مفرومه وممكن تعمليه بفراخ، اي حاجه انت عاوزه تعمليها هتعمليها عادي ما تخافيش. وبعدين قطعت بقى كل كميه الجلاش اللي معايا. تعالوا اقول لكم هنعمل ايه تاني. في الوقت ده انا كنت مولعه البوتاجاز لان الفطيره بتاعتي دي او البيتزا بتاعتي دي مش هتاخد مني 10 دقايق بالظبط. دي كل كميه الجلاش وانا مش عارفه هم قد ايه، بس هم غالبا ما هم نص كيلو يعني. كده قطعت الجلاش معايا زي الفل، حته رفيعه على حته تخينه، المهم ما يبقاش تخين اوفر يعني. هات الصينيه اللي تاخد معاكي بقى الكميه، وده بايركس جبته وممكن تعملي في اي حاجه يعني عادي، في ألمونيا بقى في تيفال اللي انت عاوزاه. ينزلي ببعتين من السمنه كده بالفرشه وقومي جايه مدرباهم، وبعدين انزلي بنص الكميه بتاعت الجلاش. وعاوزه اقولك خلي الجلاش طبقه واحده يعني ما تعمليش طبقتين زي دي فكرة. خلي طبقة واحدة بحيث انها تبقى رقيقة وحلوة. بالفعل هتكون بقى زي البيتزا الأصلية، فاهمة قصدي؟ يعني انت ممكن تستكفي تقلي دي شوية وممكن تستكفي بقى، بس انا ما عملتش كده، انا حطيت فوقها تاني. بس اكتشفت ان الدور الواحد افضل يعني. ماما حطيت نص كمية الجلاش. انا بقول لكم على الحلو وعلى الوحش، اللي حصل معايا حلو بقول لكم عليه، واللي حصل معايا مش حلو بقول لكم عليه. حاولت اسوي الارضيه كده بحيث ان كله يكون زي بعضه، وانزل عليه بالسائل وتاكدي ان كل جلاش ينبل من السائل بتاعي ده. واللبن ده تقريبا كان رايب لان انا كنت بحسبه حليب بس هو تقريبا رايب، بس عادي يعني. انت لو عندك زبادي اصلا تقدري تحطي زبادي. نزلت بقى باللانشون والبصل والطماطم، وزي ما قلت لكم لو عندي بتاع ده هو فلفل الوان حطي، اخضر، اي حاجه عايزه تحطي عليها حطي عليها. شعره كده بسيطه خالص من الفلفل الاسود. وانزلي بقى بالجبن، ودي جبنه شيدر، ممكن تحطي جبنه براميلي حادقه شويه تبقى جميله جدا برضو، تبقى حلوه في الحشو بتاع الجلاش والسمبوسه والحاجات اللي زي دي. ونزلت بكميه الجلاش التاني. الغلطه اللي انا بقول لكم عليها ان هي كانت تخينه معايا. الرقه اللي فوق كانت تخينه واللي تحت كانت تخينه والنص كمان تخنها، فعشان كده بقول لكم خليها رقه واحده. اعملوا صينيتين يا ستي ولا يهمك، كلي واشبعي واكلي حبايبك كمان. نزلت بقيت السائل بتاع اللبن، خليه كتير كمان شويه عادي ما تخافيش برضو هيكون زي الفل. حطيت نص معلقه من البيكنج باودر على الخليط اللي انا حطيته عشان تنفش معايا كده وتكون زي الفل. ومش هحط الجبنه على الوش دلوقتي، انا هولع الفرن مولعاه من ساعه ما بداتها، وبعدين هحطها بقى على نار عاليه من تحت شويه، وبعدين هسيبها تستوي من جوه من بره عشان تكون زي الفل معايا كده.
وبعدين هطلعها. اللون الوش كده كان بدأ يتحمص نوعا ما. هنزل بقى بشويه من الجبنه، والجبنه اللي انا بقول لكم عليها مشلله دي او اللي هي الطويله دي كنت بجربها، يعني كنت خايفه اصلا منها، انا بقلبها من اختي بس هو حد يقول لها. المهم جيت نزلت بقى بميكس الجبن اللي عندك، اي نوع جبنه عاوز، جبنه برمجان، جبنه رومي، جبنه شيدر، اللي انت عاوزاه حطيه ولا يهمك. وشويه من الزيتون كده انا اللي خليته، لانه كان عندي في المخلل اللي اختي بعتاه وانا اللي خليته بايدي، عشان كده تلاقي حته صغيره وحته كبيره كله كده على بعض. وبعدين هدخلها الفرن اقل من دقيقتين تقريبا، اقل من دقيقتين يا دوبك بس تحمص الوش بتاعها من فوق، وهكون زي الفل. ما رضيتش احط الجبنه في البدايه عشان مطه الجبنه ما تروحش مني، ودي اكتر حاجه بتفرح عيالي هي مطه الجبنه دي. حطيتها بقى في الفرن كده وهستنى بقى النتيجه بتاعتها، واشوف النتيجه بتاعتها هتقول لي ايه واقول لكم على طول. المهم لو وصلت معايا الفيديو لحد هنا حط لي لايك وشير وسبسكرايب للقناه، ما تنسيش في كلمه حلوه من قلبك ولك بالمثل ان شاء الله. طلعت معايا البيتزايه الجميله او البيتزايه الكدابه او اي حاجه انتوا عاوزين تقولوها بالمنظر الراقي الجميل اللي انتوا شايفينه ده، طبعا حاجه كده زي الفل. طلعت جنبها بقى حته لفتايه، وما رضيتش اطلع لهم كاتشب ومايونيز وحاجات من دي عشان ما يوجعوش دماغي ويتخانقوا مع بعض وكده. قلت هم هياكلوها زي الفل حالا، هيفرحوا بالجبنه وهياكلوا. وقطعتها بقى كده زي ما انتوا شايفينها، وبعدين خدت الصينيه وخدت الباق ورحنا قعدنا على الارض وكلنا انا وولادي بألف هنا وشفا طبعا ليهم. اتمنى تجربوها وتكون عند حسن ظنكم، ودي تبقى فكره لو اصبح عندك لفه جلاش بايظه او مكسره او مش بايظه طبعا معفنه، لا متكسره بس، وتكون معاكي صينيه زي الفل تقدري تحشيها اي نوع من اللي انت عاوزاه، لو سواء لحمه مفرومه او كده زي ما انا قلت لك. وبس كده الفيديو بتاعي خلص. اتمنى تكونوا استفدتوا ولو شيء بسيط جدا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، وربنا يحسن ما بين ايديكم جميعا يا رب، وانا معاكم.